السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. هنكمل الموضوع اللي احنا بدأناه من قيمة 3 أيام ولا يومين كده، وهو احنا ليه الناس ما بتمشيش على قدها؟ هو احنا ليه بنشوف كده واحنا قدامنا ان الناس اللي معاش فلوس اكتر ناس بتروح تشتري حاجة وترجع تندين بيها؟ هو ليه كل واحد ما يمشيش على قده؟ ما بنشوفش حد معاه فلوس بيروح يجيب حاجات ملهاش لازمة، بيجيبوا الحاجات اللي على قدهم بس. نكمل موضوعنا النهارده ونقول هو ليه الناس ما بتجيبش على قدها؟ ايه لازمتها الحاجات اللي هي الفشخره والحاجات زي كده؟ ما هو الطبيعي ان الناس تقلد بعضها. في حاجه بقى مهمه جدا بس ناخد بالنا منها، ان اكتر ناس بتجيب الحاجه الناس اللي هي ما معهاش فلوس. تلاقي عمال يشتري ويعمل ويقول لك انا عشان يبقى عندي وعشان اعمل واسوي. في حتى ظاهره يعني الحاجات بنتكلم فيها برضو عشان الناس تبقى واخده بالها معانا. بقول لك الدب كلهم عمال يغلى والدنيا عماله مش عارف ايه. طب ما تجيبش، اهم حاجه يبقى قلد زي غيره يعني. وانا اقلد ليه اصلا؟ طب ما انا اجيب على قد اللي معايا. طب ما الناس لما بيقولوا كده تبقى في قايمه تعمل اي حاجه تعوض البيت، تحط لها الفلوس اللي معاك في حساب. بعد كده العيال هتنزنق وبعد كده هتصرف ازاي؟ الحاجه اللي عليها طلب بتزيد، الحاجه اللي مالهاش طلب خلاص ما اوتوماتيك الناس سعرها هيقول لك الدنيا غاليه وكده. لا يا عم غاليه ايه؟ ما احنا اللي بنغلي الحاجه على نفسنا اهو. انا بروح اشتري حاجه وانا مش عايزها. انا بص كده. اتفضل. نرجع نشتكي بعد كده ونقول الدنيا غاليه والدنيا مش غاليه ومفيش رقابه على اي حاجه، واحنا اللي السبب في كل حاجه. الموضوع عرض وطلب. في اقبال كتير على اي سلعه معينه، يعني اوتوماتيك السعر هيغلى. مفيش اقبال السعر هيعمل. تمام. هي الناس تقدر تستغنى عن بعض السلع ولا بعض الحاجات زي كده، ولا حاجات معينه يقدروا يستغنوا عنها؟ والله الناس تقدر تستغنى عن كل حاجه، بس للاسف احنا في ظاهره غريبه في البيوت كلها معظمها يعني. ايوه. ان الواد عايز ده، البنت دي ما بتاكلش، ده الواد ده ما بياكلش الصنف الفلاني، فالواد ما مش عارف ايه. بنتكلم الاول زمان لو انت فاكر لو انت فاكر كان هو صنف واحد بيتحط قدام كل العيله كله بيقعد ياكل منه. انما دلوقتي بقينا ظاهره غريبه جدا، 3 4 5 اصناف قدام كل اكله عشان نرضي العيال ومش عارف ايه وحاجات زي كده. فاقول للناس اللي هي العقليه الغريبه دي كده يستغنوا عن بعض السلع ازاي؟ كل ده اونطه المنظره يعني قلنا انت معاك فلوس لو ما صرفتهاش هتتحاسب عليها. هات لو انت يعني بنلتقي في نقطه واحده. ماشي. طبعا ان الناس معاك فلوس تشتري. اكيد انت لو معكش هتتحاسب. ما اشتريتش يبقى انت حرام عليك. اكيد طبعا. ما معكش فلوس والدنيا مزنقه معاك زي ما بنقول، يبقى ما تزنقش نفسك اكتر ما هي مزنوق. صح كده. هتسد منين؟ ايام ده بقى وارجع تسجل مش قصه. بقى دلوقتي العزال زي ما احنا بنتكلم والناس غيرنا بتتكلم واتكلمنا بقالنا كتير قوي. انسى حدث ولا حرج في اللي بيحصل. ولا ايه؟ مش معايا؟ لا معاك طبعا. بص يا باشا، اولا هات الحاجات كده بيقولوا بالبلد كده قطعه قطعه. انا ما معيش فلوس وقاعد في بيتنا بدور الشهر بالعافيه ومصاريف العيال والحاجات زي كده. عايز اقلد فلان اللي معاه او فلان اللي سلك وهيعرف يسدد. انا بوجع دماغي وارجع بعد كده اعيط. لا بعد كده اقول مش عارف ايه. طبعا اكيد. استلف من ده واستلف من ده ويروح يمضي عند ده ويروح. احنا قلنا الكلام ده كتير بس للاسف الناس مش في دماغها. هو لازم استقبال، لازم ينقرص عشان يعمل وما بيتوبش. ما هو اللي اتعود ان هو يعمل ده يقول لك يا عم استقبال لا وانا اجيب منين وعشان ما تكسرش بنفس البيت. كلام جدا بعد سنة كده. اتفضل. بنتكلم ونقول امشوا على قدكم. والله بنتك بكتير بشويه هتتستر لو في نيه. الكلام ده. ابنك علمه ازاي يحافظ على بيته، حسسه بالمسؤوليه من بدري.
مش الفكره ان هو يبقى خلاص انت شايف انه بسم الله ما شاء الله كبر و بقى حاجه عايز يفرح بعياله بجوزه وما يدركش اي حاجه عن الحياه اسريه بعد كده ولا اي حاجه. عايز اتجوزه وافرح بوه. كل الفكره ان انت يعرف يعمل ايه بعد كده ويشيل اسرته زي اللي انا ابقى مسؤول عن اسره بعد كده. هو ايه المطلوب ان الواحد بعد ما يتجوز بنته او يتجوز ابنه يعمل معاهم ايه؟ جوزهم ما يحشرش نفسهم في اي حاجه، سيبك منهم بقى، ارميهم. اعمل نفسك انك بترمي حد في البحر كده وسيبه يعرف يعمل، بس تابعه من بعيد. غلط في كذا قول له انت غلطت في كذا. شايف ان هو كويس خلاص سيب الدنيا شغاله، انما ما تشورش، ما تفش تقول اصل ده صح وانت تقول لها خلي بالك مش عارف تطلع 200 هم. هي ما هتقدر ولا لا طبعا انا بنقولها اهو بقى، انما هي طول ما هي حاشه نفسها في حياه بنتها وهو حاشه نفسه في حياه ابنه، هم شايفين ان هم صح، هم مفهوم حياه جديده وزمن بيتغير، سيب كل واحد يعيش حياته لوحده. انما ما تفش حاشه نفسك في كل حاجه، ما تمشيهاش وتقول لها شو وتشور عليها بعد ما تخش بيتها. انما طول ما قول لها ده صح، اعمل حماتك كويس، اعمل مش عارف ايه أيوة. كده. انما ما فيش حد بيبقى يجوز عياله ويتمنى ان حياتهم تتخرب. انصحوهم من بعيد لبعيد، استرها من بعيد لبعيد، انت تستر بنتك وتستر ابنك. اتفضل. هي الناس تقدر تنفذ الكلام ده؟ تقدر ما تحشرش نفسك في حياه بنتك او ابنك بعد ما يتجوزهم، سيبهم يعتمدوا على نفسهم، يلطشوا في الدنيا زي ما بيقولوا. لا انسان في الاخر على الحل اللي يخليهم ينجحوا بعد كده في حياتهم. ملخص الحوار: امشي على قدك عشان ما تتعبش. هيبقى بيني بقى. ما تبصش للي في ايد غيرك. يا سلام. ما توجعش دماغك بغيرك، ما تشغلش دماغك اصله فلان بقى، فلان جاب، فلان عمل. انت هتقدر تعمل ايه؟ الحقد بقى عشان ما توجعش نفسنا. صح كده؟ والله هو صح اللي انت بتقوله بقى طبعا، بس الناس هتقدر تعمل ده؟ ما حدش هيقدر يعمل ده اصلا. لازما يبقى انا احسن من فلان، هو فلان احسن مني. هو كلام تقريبا احنا بنعيده مره واثنين وثلاثه وغيرنا بيتكلم فيه، بس الناس مش هتقدر على نفسها. وكلنا بنتكلم وخلاص وفي الاونطه. انا ممكن اكون بتكلم في ده ومش هعمله، وانت ممكن تكون بتتكلم في ده ومش هتعمله، ويرجع يقول لك مش عارف ايه. ما هو المشكله ان احنا ممكن نكون بنصدر كلام بس احنا عايزين فعل. طب عشان ما نطولش على الناس بس انا تمام عشان يبقى الموضوع في السريع كده كلمتين ورد غطاهم يعني. تمام. احنا قاعدين مع بعض، احنا ما وراناش حاجه. وراناش حاجه اهو. ملخص الحوار كله: كل واحد ادرى بظروف حياته. طبعا. عايز تزنق نفسك ازنق نفسك، معاك فلوس اعمل بقى اللي انت عايزه لانك هتتحاسب عليها يعني من الاخر. انت ما معكش فلوس ما تلكاش دعوه باللي معاه فلوس. خليك في حالك او خليك في نفسك ترتاح زي ما بيقولوا كده. بلاش تبص لفوق عشان ما تعيش في الحفره اللي تحت رجلك وانت مش واخد بالك منها. بص على قد اللي في ايدك، ما تبصش على على ايد اللي في غيرك. ربنا خلي عندك رضا، هتبقى كويس جدا. ولا ايه؟ طبعا. مش مطولش. الرضا سلام عليكم. كل القناعه.